عضو مكتب ولاية اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بوردنا. الحمد لله اجتمعنا اليوم، اجتمعنا أول أمس، يعني الوقفة كانت بالأمس. الحمد لله شباب من كل الولايات، كل عنده هدف واحد ألا وهو محاربة البطالة. البطالة اللي هي مشكل كبير في المجتمع هذا، والكوميتي هذه أسست باش تلايم الشباب ويخرجوا يحتجوا بطريقة منظمة يوصلوا هدف. كاين واحد الجهات راهي تقول باللي الشباب الجزائري ماهوش واعي، الشباب الجزائري نتاع اكسار ونتاع فوضى ونتاع صوالح بزاف. حنا لهنايا في اللجنه رانا تلايمنا ان شاء الله باش نبينوا لهم باللي كاين شباب واعي، نبينوا لهم حبنا للبلاد. حنا خيرنا تاريخ 5 جويلية اللي هو مسمينه تاريخ يوم الاستقلال والشباب. حنا خرجنا كشباب نبينوا لهم باللي في عيدنا حنا ماناش محتفلين، ماناش فرحانين، خرجنا حزنانين. يعني شحال من احتجاج، شحال من رسائل بعثناها للجهات الوصيه، ما كانش رد. خرجنا بتاريخ 5 جويلية باش نوصلوا رساله مفادها ان الشباب لا زال يعاني بعد 50 سنه من الاستقلال، لا زال الشباب يعاني آفة البطاله. آفة البطاله اللي البطاله تجيب بزاف صوالح، آفات اجتماعيه وتضر المجتمع، يعني مرض ينخر في المجتمع. انا نتمنى كل شاب بطال يجي ينضم لنا احنا للجنه. يعني الحمد لله قريب 15 ولايه تلاقيت شباب هنا من 15 ولايه، شباب واعي الحمد لله يحب بلاده. الهدف نتاعو انه يخدم، الهدف نتاعو منصب عمل، يعني يحفظ له الكرامه نتاعو، ولكن بطريقه منظمه، بطريقه سلميه. خرجنا احنا البارح كان في يعني نوع من القمع مع اعتقالات تعسفيه. كان جماعه اللي رفدوهم، انا واحد من الجماعه اللي رفدوهم صباح بكري، وكان جماعه عنفوهم. يعني ما فهمتش، انا انسان شاب بطال ويمثل مستقبل الجزائر يمثلها 75% كلها شباب. يعني كي تقمع هذا الشاب البطال هذا وما تخليش يعني يحس بالحريه نتاعو في بلادهم. ماناش خارجين نكسروا، ماناش خارجين نفسدوا، خرجنا باش نقولوا نحن ضد البطاله، نريد عمل. هذا ما كان. ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو هذا يشوفوه الشباب ويعرفوا باللي اللجنه الوطنيه للدفاع عن حقوق البطالين راهي تخدم سيرتيرا، راهي في الميدان. وان شاء الله نكونوا يعني اكثر تنظيم واكثر عدد، وبربي ان شاء الله. وحبيت ناكد على حاجه، كاين شباب بزاف كانوا معنا في اللجنه الوطنيه للدفاع عن حقوق البطالين واستفادوا من مناصب عمل جالسه اللجنه. يعني العمل اللي قامت به اللجنه نفع بزاف شباب، وحنا هذاك هو الهدف نتاعنا. والسلام عليكم ورحمه الله.